السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وطيبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في الجنة. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب السعدي رحمه الله عز وجل في تفسير القرآن، الذي أمتعنا فيه بسهولة العبارة وتوصيل المعلومة لكل من أراد أن يعرف تفسير القرآن ومراد الله عز وجل من خلقه. أحبتي في الله، انتهينا من المقدمة التي قدمت لهذا الكتاب من المشايخ العظام، ولكن معنا وقفة مع هذا الكتاب العظيم. فإن السعدي رحمه الله عز وجل إذا أردت أن تقرأ كتابه، فإذا دخلت في أول تفسير السعدي رحمه الله عز وجل تجده يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فيبدأ مباشرة بتفسير البسملة، ويبدأ بالفاتحة، بفاتحة أم الكتاب. ولكن عليك أن تعرف أيها المسلم، قبل أن تبدأ بالبسملة وبالفاتحة عليك تنفيذ أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيخ رحمه الله عز وجل لم يذكر شيئا عن الاستعاذة في بداية تفسيره، فنحن بمشيئة الله عز وجل سنعرج عليها سريعا حتى تعرف معنى هذه الكلمات العظيمات التي ينبغي على المسلم أن يذكرها عندما يأتيه الشيطان فيوسوس له أو يغويه الشيطان. فالله عز وجل أمرنا أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا، تعريف الاستعاذة. الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم ووساوسه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تعرف معنى الاستعاذة، هي الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم ووساوسه. الالتجاء، أريدك أيها المسلم أن تعي هذا جيدا. إذا أردت أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تعتقد أنك تلجأ وتعتصم وتتحصن بالله القوي المتين، بالله العظيم، بالله القادر على كل شيء، بالله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تلتجئ إلى القوي المتين سبحانه وتعالى، مالك الملك والملكوت، جبار السماوات والأرض. أنت تتحصن بهذا الحصن المتين بالله رب العالمين. أنت تعتصم بربك سبحانه وتعالى من هذا الخبيث، من هذا العدو، من هذا الذي يريد لك الشر والفحشاء والوقوع في الفحشاء، ويريد بك الوقوع في السوء وكل شيء يضرك في هذه الحياة. الشيطان الرجيم يريد بالوقوع بك فيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل عليك أن تستعيذ، تلجأ بحولك وقوتك إلى الله، بحولك وقوتك الضعيفة الفقيرة إلى الله عز وجل الغني القوي سبحانه وتعالى. والاستعاذة لها صيغ كثر، وأفضلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها هي التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، أتحصن بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. من هو الشيطان؟ ولماذا رجم هذا الشيطان؟ وما الذي فعله الشيطان حتى يرجم ويكون رجيما إلى قيام الساعة؟ بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا رحمكم الله أن العلماء قد اختلفوا في معنى الشيطان من ناحية اللغة بناء على الاختلاف في اشتقاقه وأصالة النون في بنائه. فقال قوم
إنه مشتق من شطن بمعنى بعد عن الحق، فهو من شطنه يشطنه شطنا إذا خالفه، وتشيطن الرجل إذا صار كالشيطان وفعل فعله. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مشتق من شطن بمعنى بعد عن الحق. شطن بعد عن الحق، فكل من بعد عن الحق فهو شيطان. فعليك أيها المسلم ألا تفعل فعله، فالتزم بالحق الذي جاءك من الله عز وجل والذي جاءك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من بعد عن الحق وفعل فعل الشيطان الرجيم فقد شطن، أي بعد عن الحق. وقال قوم آخرون إن الشيطان مأخوذ من الفعل شاط بمعنى احترق من الغضب، فهو شاط يشيط وتشيط إذا لفحته النار فاحترق أو هلك. والقول الأول هو الأرجح، أي اشتقاقه من شطن، وذلك لأنها أقرب إلى وصف أعمال الشيطان التي تهدف إلى إبعاد الناس عن عمل الخير واتباع الحق. لذلك أيها المسلم نحن نقول لك ذلك حتى تستوعب ما تقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إليك يا رب، فأنت القوي وأنا الضعيف، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت القادر وأنا أضعف من الضعف نفسه، فألتجئ إليك من هذا الخبيث الباعد عن الحق، لأني أريد أن ألتزم بالحق، أريد أن أفعل ما تأمرني به يا رب، ولكن هذا الشيطان الذي هو قد شطن أي بعد عن الحق يريد بالوقوع بي فيما يخالف أمرك، وأن أفعل ما يضاد ما أمرتني به. فأنا ألتجئ إليك وأعتصم بك وأتحصن بجنابك العظيم سبحانك وتعالى من هذا الخبيث الذي بعد عن الحق فصار رجيما إلى يوم القيامة. هذا معنى الشيطان في اللغة. وأما في الاصطلاح يطلق الشيطان من ناحية الاصطلاح على كل متمرد من الجن والإنس والدواب. كلمة شيطان تطلق على كل متمرد، من تمرد على فعل ما أمر الله عز وجل فجانب الحق، والحق فيما أمر الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا التعريف يصبح مفهوم الشيطان صفة يمكن أن يتصف بها أي امرئ يسلك طريق الشر، يسلك طريق الشر والشيطنة. فكثير من الناس نراهم ويروننا نعاملهم ويعاملوننا هم في ظاهرهم من الإنس، ولكنهم في حقيقة الأمر تصرفاتهم وأفكارهم ومكايدهم وأخلاقهم يكونون من مردة الشياطين الذين قد يعجز عن مكايدتهم وحبائلهم إبليس نفسه. فنعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أما إبليس فهو علم على مخلوق خلقه الله عز وجل من النار وجعله في عداد الملائكة وقام بعمله ما شاء الله أن يقوم، ثم نازع ربه في الكبرياء والعظمة فاستكبر على طاعته وعصى ربه فطرده من رحمته ومن وظيفته فهبط إلى الأرض وأصبحت الشيطنة صفة له. فالشيطان صفة لإبليس. إبليس كان في ملكوت السماوات والأرض أنه كان يعبد الله عز وجل وقد اختار عبادة الله عز وجل، ولكن لما خلق الله الإنسان متمثلا في آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل الملائكة بما فيهم إبليس، الملائكة أطاعوا أمر الله عز وجل واستجابوا لأمر الله عز وجل، لا يسجدون عبادة لآدم وإنما سجدوا طاعة لأمر الله عز وجل. أما إبليس فقد تكبر على أمر الله عز وجل، لا لأنه لا يريد أن يسجد لأحد سوى الله، وإنما لأنه استكبر على تنفيذ أمر الله عز وجل. أأسجد لآدم وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس يستكبرون على أمر الله عز وجل وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. عليك أيها المسلم أن تتواضع
لأمر الله عز وجل، فتطيع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تصلح لك حياة ولا تعيش حياة طيبة في هذه الدنيا إلا من خلال طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ما أمر الله عز وجل به، وأن تخضع لأوامر الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله، أعتصم بالله، ألجأ إلى الله، أتحصن بجناب الله العظيم من الشيطان، من كل من بعد عن الحق وجانب الحق وأراد فعل ما يغضب الله عز وجل. فأنا أعوذ بالله من هذا الذي يريد مني أن أفعل ما يغضب الله عز وجل، أن أتجنب الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر الله عز وجل المتمثلة في كتاب الله عز وجل، ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمثلة في سنته الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في عليائه ومن فوق عرشه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان أراد بنا تجنب الحق والبعد عن ما أمر الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.